والله أنت تقول لي عن مشاعرك الآن، أنا إذا تأخذني العبرة. يعني تصور أنا صار لي شهر متزوج، وهاي زوجتي جايبها ببيتي. أنا عندي 8 خوات، وأبويا رجل عاجز، أنا كنت أعيشه. تصور صار لي شهر متزوج ويجون هذول الجلاوزة يجون وياخذوني وللأمن العامة وللفضيلية، وأشوف قدامي يومية أفواج من الفضيلية يروحون إلى الإعدام. سنة 1972 أسسنا وجهاء الكرد الفيلية جمعية باسم الأكراد الفيلية، جمعية اجتماعية تعالج مشاكل الكرد الفيليين بعد أن صارت التسفيرات على المكون الفيلي، كمنظمة غير سياسية، منظمة اجتماعية. مقرنا كان في ساحة بيروت، إلى أن هم دخلوا علينا عن طريق شخص هددنا، قال أنتم لازم تنتمون إلى الحزب، وإلا إحنا بالنسبة لكم ما نعطيكم مجال. قلنا لهم إحنا بالنسبة لنا هاي جمعية نفسخها خلاص إحنا نطلع. قالوا لا، طبة الحمام مو مثل طلعتها، أنتم الآن حصلتوا على معلومات، وكأنما إحنا محصلين على معلومات إحداثيات الصواريخ العابرة للقارات. جمعية اجتماعية. بال73 بالشهر العاشر أو ال11 اعتقلوني وودوني إلى الأمن العامة، وبالأمن العامة إلى الفضيلية، وبقيت 6 أشهر ونص و5 جلسات محكمة الثورة. أحد الأخوات قايلت لأمي ابنك ينحكم بالإعدام، بس إذا تريدين تخلصيه أكو طريقة واحدة، وهي صيف بعد شهر، احنا الشهر السادس دخلنا. أنا ما أعرف بالموضوع، بعدين يلا حجولي إنه أنت بالنهار أو بالليل تطلعين ربي كما خلقتني بس بالعباية السوداء، وتصعدين بالسطح وتحكين ويا الله، تقول له هذا ابني كل شيء مسوي، أريده من عندك، ثق بالله وبرسوله، مالك يمين عليه. أحلمت احنا ببيت بالدهانة، الكهرباء انفجرت، الوايرات الكهرباء كلها شرارات نار، إلى أن وصلت للأبي للميزانية. والدتي شيدت عليها، شلعت الميزانية وطفت النار. هاي بالحلم. فالصبح يمي أنا نايم، شيخ حميد المهاجر الله يذكره بالخير، ومحمد القزويني والإخوان اللي كانوا وياي، من سألتهم قالوا لي أنا ذاك الوقت ما عندي أطفال، قلت لك صار لي شهر متزوج. قالوا لي أبشر أنت هاي الجلسة راح تطلع. قلت لهم معقولة؟ قالوا إيه معقولة، هذا والدتك مسوية فد عمل، هذا العمل عند رب العالمين ما يرد. فإحنا من رحنا إلى محكمة الثورة باستغراب، إفراج لعدم كفاية الأدلة. الله أكبر. أمي الله يرحمها، أمي وأبويا
ابويا والناس ذول الجوارين وذول السيارات اللي كانوا جايين اصدقاء واقارب ومن سوق الشورجه كلهم كانوا جايين. فتظاهره كانت تظاهره، يعني ما تعرف المن تشبك، ما تعرف المن تبوز، الناس يشيتون عليك هيك يعني عمر جديد. ما حد يتوقع محكمة الثورة واحد يطلع من عندها براءة. هيا لا يا لا يا الرولا لا إله يا دبين والرولا بخوتنا يا هنداري لانك كات هندار قزوهنا إنما ما بندي باخي باخانا. هاي لا يا لا يا الرول لا